برضو بنتكلم في فكرة الحروف السايلنت، وليه في حروف سايلنت في الانجليش. وزي ما عرفنا مع بعض ان الحروف السايلنت في الانجليش مش سببها واحد، مش كلها حاجة واحدة. مش اي حرف بيتكتب ومش بيتنطق يبقى هو كده سايلنت، يبقى كل حروف السايلنت زي بعض. لا، بتختلف جدا. هنتكلم مثلا عن حرف الاي في اخر الكلمة. في الانجليش معروف ان حرف الاي في اخر الكلمة في الانجليش مش بيتنطق، لكن ممكن يكون ليه تأثير على النطق. لو الكلمة منتهية في الانجليش بحرف الاي، والكلمة فيها حرف فاول تاني، حرف متحرك تاني في الكلمة، حرف الاي في اخر الكلمة بيخلي المتحرك بيتنطق بالاسم بتاعه كفاول. يعني مثلا كلمة سايت، سايت اس اي تي اي، موقع سايت اس اي تي اي، حرف الاي في الاخر خلى حرف الاي يتنطق اي، هو اسمه حرف الاي، لكن في الكلمة بيتنطق اي. يعني هو الحرف الاي اسمه حرف اي، اسمه اي، لكن بيتنطق في الكلمة اي. زي كلمة مثلا سيت، سيت داون مثلا، بيتنطق سيت داون مش بيتنطق اي مع ان هو اسمه اي، لكن لما يجي في اي في اخر الكلمة هيتنطق باسمه، هيبقى سايت مش سيت. والكلام ده ينطبق على كل الحروف الفاولز لما بتيجي في الكلمة. زي مثلا كلمة فاين، هنا حرف الاي اتنطق اي. وزي برضو كلمة نايس، وزي كلمة تيبل فيها اي في الاخر، فالاي خلت الفاول بتاع الكلمة يتنطق باسمه اللي هو A، هي تي اي بي ال اي. تيبل حرف الاي يتنطق A مش A. فاي حرف اي بيجي في اخر الكلمة بيخلي الفاول بتاع الكلمة يتنطق باسمه. وطبعا الحروف الفاولز ايه هما؟ اللي هما الخمس حروف الفاولز اللي هما المتحركين، اللي هما الاي والاي والاي والاو واليو. Good luck.